جيبوتي والصومال دولة واحدة أساسا، ولكن انسحاب الاستعمار من جيبوتي قبل الصومال خلى إن تبقى جيبوتي دولة والصومال دولة تانية، لكن هو شعب واحد ودولة واحدة. كان في استعمار إنجليزي في أرض الصومال. عشان كده الشعب بتاع أرض الصومال هتلاقيه ناطق باللغة الإنجليزية، والصوماليين هتلاقيهم اغلب اسامي المدن الصوماليه زي مقدشو وكسمايو هتلاقيها اميل للايطالي. وجيبوتي هتلاقيها اميل للفرنسيه. المهم نرجع تاني للتاريخ الصومالي. كان فترة أمراء الحرب دي انتشرت الجريمة في الصومال، وكل مكان في الصومال وكل مدينة أو كل قرية كان ليها قانونها الخاص. بدأوا الناس ساعتها يلجأوا للشيوخ وعلماء الدين ان هم يعني يحلوا ما بين المنازعات بين الصوماليين وبعض عن طريق تحكيم الشريعة الإسلامية. وفي رابطة ما ضمت المشايخ دول بعد كده عشان تظهر حركة جديدة هتحدد تاريخ الصومال بعد كده، وهي حركة المحاكم الشرعية. هي مجموعة من علماء الدين اللي كان بيلجأ ليهم الصوماليين للتحكيم بينهم، وكان ليها فرع شبابي وهم شباب المحاكم الشرعية وشباب طلبة العلم، وأطلق عليهم اسم شباب المجاهدين. فضلت حركة المحاكم الشرعية تحكم الصومال، وبقت هي اللي بتحكم الصومال لفترة ما بين سنة لثلاث سنين. في الفترة دي استقرت الأوضاع إلى حد ما في الصومال، وبدأ الاقتصاد الصومالي إلى حد ما إن هو ينهض ويبدأ إن هو يقف على رجليه.